ويسعدني ان يكون معايا الاعلامي الرياضي الاستاذ زيزو جوهر، او الكابتن بقى زيزو جوهر. بقول شرفت لك بيك يا منور استاذ الدنيا محمد، كلها. شرفت بيك والله، وانا سعيد في كل ايفنت وفي كل مهرجان دايما بتكون متالق، ودايما بكون سعيد ان أنا بكون موجود معاك والله، ودايما يا رب مبدع. والساده المشاهدين كلهم بيحبوا برنامج هوليوود الشرق يعني، وانت حضرتك مبدع والله دايما. ربنا يخليك. عايز اعرف في البدايه، انت اعلامي رياضي، سبب حرصك على حضور المهرجان النهارده، وهو مهرجان مسرحي يعني مهرجان فني؟ والله هو في المقام الاول الاستاذ محمد رياض طبعا رئيس المهرجان وقائم على المهرجان، فطبعا دي حاجه فيها ابداع اكيد لما يكون الاستاذ محمد رياض موجود. فتعرف ان لازم يكون في ابداع موجود في المهرجان. طبعا احنا بنشجع المسرح المصري، المسرح المصري طبعا هو يعني رقم واحد في الوطن العربي، وده شيء على مر الزمان. فدايما نتشرف ان احنا نكون حاضرين في المسرح القومي والله، والمهرجان بتاعه بيكون فيها ابداع، خصوصا تحت قياده الاستاذ محمد رياض. قول لي، معلوماتك الفنيه كويسه ولا لا ده انا في على معلوماتي قدك الفنيه، لا زينا؟ لا انا معلوماتي الفنيه الحمد لله 50% كويس، على قد شويه. طب قول لي، يعني اكتر عمل فني قدم شخصية البطل الرياضي بشكل ايجابي، وشايف ان الجمهور استفاد منها. والله انا شايف ان يعني فيلم طبعا اللي هو يوسف الشريف، طبعا كان فيلم العالمي كويس جدا جدا، وهو فعلا من افضل الافلام اللي قدمت الرياضي او لعيب الكوره عامه بوجه كويس. طبعا الاستاذ عادل امام عمل قبل ما نسيب يوسف الشريف العالمي، تنبأ بأسطورة كرة القدم المصري العالمي محمد سبحان صلاح. الله، زي ما يكون في تنبؤ ان هو كان بيلعب في نادي فالنسيا، وان هو كان بيلعب في الدوري وحاجه يعني ما شاء الله. بيحكي قصه كفاح محمد صلاح سابق بسنين عن وجود محمد صلاح على الساحه الرياضيه، وده كان شيء فيه ابداع وسبحان الله يعني شيء جميل جدا. هو الفيلم اتقدم بصراحه من افضل الافلام اللي قدمت الرياضه المصريه، وفيلم تحفيزي. يعني احنا بنقول لابطالنا اللي بيطمح انه يبقى كويس يتفرج على الفيلم ده، لان هو فعلا تحفيزي في المقام الاول. فيلم الحريف للزعيم عادل إمام، وقدم شخصية لاعب كرة القدم أيضا، لكن على مستوى أقل شوية. او الكوميدي لا، هو ما كانش كوميدي الفيلم على فكرة، بس هو كان بيلعب في الدورات اللي بتقيمها بعض المناطق الشعبية. والله احنا عايزين نقول ان في المقام الاول هي الدورات الشعبيه هي اللي بتطلع استاذ محمد لعيبه كره القدم، وبتظهر لنا مواهب. يعني كان زمان كان في كشافه في المناطق الشعبيه بيكتشفوا المواهب دي، وكانت بتطلع لمصر. لو نشوف لعيبه مصر اللي هي احترفت واللي هي في الليفل نمره واحد، طبعا هتلاقي كلهم من مناطق شعبيه وكانوا بيلعبوا في الشارع. وده استاذ عادل امام طبعا ادى نبذه للكشافين ان هم ينزلوا الشوارع يشوفوا الموهوبين. يعني دي كانت رساله انا شايفها من الفيلم بتاع استاذ عادل امام. بشكرك جدا، الإعلامي الرياضي زيزو جوهر، انا اتشرفت وبتمنى لك بحضرتك، كل التوفيق. انا اتشرفت بيك والله، ودايما مبدع استاذ محمد. شرفت حضرتك، شكرا شكرا.